يا خبر ابيض يا خبر ابيض. انت رايح فين؟ تعال تعال تعال. هي دي ايه؟ دي تورته صح؟ تا 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 تا. حلوه قوي دي، لازم يطلع يا مصطفى ايه الحلاوه دي. حلقة النهارده بجمال وطعم وشياكة مصر الجديدة. بتبقى أزمة عويصة جدا لما شلة صحاب فاسدة يحاولوا يتفقوا هيخرجوا فين وهيعملوا إيه، لأن الناس متفاوتة. واحد الخروج بالنسبة له هو الأكل، فده لازم يروح ياكل ويتبسط. التاني هو أصلا صاحي الساعة 4 العصر، فأنت عايز تاخده تفطره مش تاخده تغديه. التالت ده رايق، ده كل بقى أمله في الحياة إن هو يروح مكان هادي يشرب حاجة ويرغي مع صحابه. ده اللي هو بقى يبقى عايز يروح الساعة 12، اللي هو عنده على مكتبه الساعة 9 الصبح. النوعية دي. وفي نوعيه بقى ما يهدلهاش بال غير لما يطرقع له 12 ماتش بلاي ستيشن وبيتغلب ويروح متحفل عليه، وتاني مره برضه عايز يرجع يلعب. انا في مكان بيلبي هذا الكوكتيل، انا في مطعم وكافيه بي 8 في ميدان صلاح الدين مصر الجديده. تشكيلة الأطباق اللي تفتح النفس دي بالبرزنتيشن اللي قدامي ده أنا بعتبره عربون فتح كلام، اللي هو أنا اشتريت مبدئيا. دي شوربة، شوربة انت بتبطن معدتك، شوربة الكريمة الجميلة الناعمة اللي تدي التبطينة اللي انت محتاجها، مع طبق ميكس الابيتايزر اللي قدامنا ده. لازم يبقى انت معاك حد كبير يوقفك عند حدك. ليه بقى؟ ده في الاخر ابيتايزر، هو حاجه شبه السلطه كده. فالفخ بتاع السلطه والفخ بتاع الابيتايزر ان انت تفضل واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده لغايه ما تلاقي فيه نوتيفيكيشن مبعوثه ان انت خلاص استخدمت 50% من طاقتك. طب هتعمل ايه؟ ما لسه في بلاوي جايه. الجبنه عندها قدره عجيبه على الدخول على مكونات اجدعها اكله تعمل لها احلى عمليه تجميل. دي طاسه سجق بالجبنه. تعالى هنا تعالى هنا يا نهار اسود. صح حلوه. سجق بجد. الجبنه اضافت له طعم جديد، اللي هو اصلا لو سالته هو كان ايه قبل ما الجبنه تخش حياته هو نفسه متلخبط. اللي قدامي ده كوردن بلو، عباره عن صدور فراخ محشيه سلامي مدخن، محشيه جبنه شيدر، معاها 4 انواع جبنه تانية منها موتزاريلا. فانت قدام كوردن بلو مختلف سيكا، لان معظم الكوردن بلو بيبقى بالتركي المدخن مش السلامي يعني. فارق معايا جدا حاجتين، اولا الفراخ صدور فراخ مش فراخ مفرومه، صدر الفراخ باين قوي طعمه، كمان ميكس الجبن مع السلامي في الاخر مختلفه سيكا طعمها عن لو كان تركي. دي تشيكن ليمون، انا معجب جدا بنوعيه الفراخ نفسها. وبرضه صوص الليمون مديها طعم فظيع. ايه ده، هو الليمون بيعمل كده في الفراخ؟ بدات اتطافس. ما تطفش. اخر تفاصيل، اخر واحده. دي فراخ بوبيت، حاطين صدور الفراخ زي رول وجواها كفته، والكفته محشيه جبنه، فانت بتاكل فراخ وكفته وجبنه في آن واحد. من الانطباع الاول انه فطيره، فكره الفراخ مع كفته في بعض يعني تست فرح كده، في فرح جوه بقي. الجميل بقى ان الفراخ مع الكفته متلغمطه في براون صوص، يعني هو كمان الراجل ما سابكش حتى تدور على سقسها، هو سقسها لك. لما تبقى فراخ ملفوف فيها كفته ملفوف فيها جبنه، هي مش دي اللي تستحق ان يتقال عليها لفه هدايا؟
ده سكالوب بانيه. بصوا انا وانا بقطعها اوريدي حته اللحمه باين عليها قوي انها ناعمه. خليني اوريكم نسيج اللحمه من جوه جوسي وناعم وفاتح ازاي. الفصله كمان بتاعه الكريسبي بتاع البانيه ان انت تبقى بتستطعم الكريسبي ده لوحده وهو ماسك نفسه مع حته اللحمه الجوسي الطريه المسقسقه اللي بتوابلها مظبوطه. التركيبه دي على بعض تحفه. دخول رايق يعمل حرايق. وتقدر تقول كده على الجمبري ان دخول الجمبري على اي اكله لازم يبقى ليها تواجد واضافه. دي مكرونه بينا بالجمبري، والجمبري يا جماعه ليه احترامه. الجمبري ما بيتزلطش، الجمبري ما بيتكروتش، الجمبري انت لازم تتفرج عليه قبل ما تاكله. الجمبري لما تندخ وتستشعر بطعامته وبعد كده تبدا تبعته على معدتك وكانك باعت لها رساله جميله، كانك باعت لها هديه، كانك بتقول له ارقد في سلام يا ابو الاحلام. الصوص اللي معموله بيه المكرونه معمول بشوربه الجمبري، يعني انت بتشرب شوربه جمبري مع مكرونه مع الوايت صوص بقى اللي معاها كلهم مضروبين في بقك. دي بيتزا اسمها بيتزا كواترو فورماجي، دي المفروض انها عليها 4 انواع جبن مع بعض. اولا العجينه رقيقه قوي، ثانيا خليني بس برضو ايه ريحه الجبنه نفاذه جدا. العجينه عارف انت البيتزا الايطالي تحس ان العجينه بتاعتها معموله هاند ميد، يعني انا حاسس ان انا باكل حاجه فيها تكستشر شبه شويه كده الفطير اللي معمول بالايد. العجينه هنا فيها الروح دي. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى دي لازم يطلع يا مصطفى ايه الحلاوه دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا نهار ريحه يا والله ما عارف اقول ايه. لا لا الفاهيتا هنا مختلفه قبل ما اكل على فكره. ايه حته اللحمه دي؟ لا ايه حته اللحمه دي؟ ايه حته اللحمه دي؟ اولا حته اللحمه شبه الكبده اللي هو مش بقى ناعمه لا اللي هو فيها عضه خفيفه خالص. شايفين الخضار مع اللحمه مع الصوص مع حته الزبده اللي حطها تحت الكلام ده؟ انتوا متخيلين ميكس الطعم عامل ازاي؟ والله من احلى المرات اللي اكلت فيها فاهيتا. ايوه بقى لا 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 لا, لا. او ايه تا 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 حلوه حلوه والله تسلم ايدك. ايوه بقى ده تفكرني بالمتر بتاع خط الافراح اللي بيقطع التورته وبيدي العريس والعروسه ببقه. والله حلوه بتمثل تحدي ان الواحد ياكل في وسط النار. دي تحدي ولعبه وكده والله. لا سؤال، هو انتوا عاملين فيها مقلب؟ كام بجد والله؟ ايه العظمه دي؟ ده طاجن كمونيه، تبقى نص فرخه مخليه مشويه ومدفونه في الطاجن ده مع رز ابيض مع خضار مع براون صوص. براون صوص احنا متعودين عليه دايما مع اللحم، لما بيبقى على الفراخ المشويه صدقوني طعمين الاتنين يعلوا بعض. ثم ان الخضار السوتيه مع المشروم مع الصوص مع الرز الابيض، رز ابيض بلدي عادي خالص، طعمهم على بعض لا مختلفين. ده طاجن نجريسكو. بصوا بقى بصوا تعالى بقى تعالى 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 تعالى. الله حاجة تفرح. ايه الرخامة دي؟ او النجريسكو ده من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في مطاعم كتير، فملهاش حل غير ان انت يبقى نفسك حلو في الاكل. ده
فطير اسكندراني، وطبعا من شكله ومن قوامه ومن لمعه اهله ومن حشوه اللي هيبظ من البتاع، اللي هو فطيره اسكندراني زي بتاعه الفطاطري بتاع اللي جنب البيت. يا اخي سبحان الله، برضو الحاجه الشرقي شرقي. الفطير من ضمن الحاجات اللي ما تقبلش الافتكاسها. الفطير فطير لازم يبقى التوريقه دي، لازم تبقى اللمعه دي، لازم تبقى الخلطه اللي جوه حلوه وكتير، خلي الفطير نفسه طعمه حلو وتشبع. عاملين لك هنا ساندويتش برجر، جاب لك من الاخر عباره عن فراخ وبرجر الاتنين في نفس ذات الكايزرايه. يا جماعه السندوتشات دي لازم تتاكل بادوات. تعالى يا تعالى حبيبي تعالى. فكره ان انت تبقى رايح فين؟ تعالى تعالى تعالى. هي دي ايه؟ دي تورته صح؟ تورته برجر. برجر تورته والله. ده عيد ميلاده كده؟ والله العظيم فكره حلوه جدا يا جماعه. انا سعيد والله. فكره ان انت تبقى بتاكل شريحه فراخ فرايد فوق البرجر مع الاضافات مع الجبنه مع البطاطس، ميكس طعم فظيع. المكان ليه طابع كده شويه، يعني هو مش مطعم ومش كافيه، حتى كاتبين سوشيال لاونج. يعني هتلاقي في اعياد ميلاد، في ناس قاعده بتلعب، في ناس بتتمرجح، في ناس بتذاكر. سامعين الدوشه اللي هو المدرسه اللي جوه دي؟ دول ناس بتحتفل بعيد الميلاد. فتركيبه لا مختلفه عن اماكن كتير انا رحتها يعني. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى. هو ايه اللي انت خدته ده؟ بقى فاير زبده. دي منيو جديده المفروض موجوده في بي 8، بداوا يعملوها جديد وكانوا مصممين ان انا ابدا اول حد اجربها، وبداوا يعملوا كمان اكل شرقي. الملوخيه حلوه جدا، رز بالخلطه بكبده الفراخ والزبيب باين قوي، تحس ان هو فريش. عندك بقى هنا ايه؟ ناخد ايه؟ ناخد دي. انتوا بصراحه الستيك بتاعكم هنا يجنن يا جماعه. تعالوا هنا كلوا لحمه، اي نوع لحمه كلوا لحمه. الاسكالوب والستيك اللحمه البتلو عندهم تحفه. يا نهار ابيض. تعالى تعالى تعالى. دي كفته محشيه جبنه. بص الجبنه ولما بتبدا تسيل على الكفته بدات تعمل ايه؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض. الجبنه دي تحس انها تسللت لحياتنا كلها. كفته محشيه جبنه من المرات القليله اللي اشوف حد بيعملها يعني. انا عايز احبس بشاي. شاي 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 كوباية الشاي بالنسبة لي أنا تعتبر صمام الأمان بعد يوم دسم وطويل زي النهاردة. مدخلك في المود، لأن استكانة الشاي أبو نعناع هو مزاج عالي جدا بعد الأكل. جميل قوي شرب الشاي في الاستكانة الصغنطوطة دي. ده نوع ديزرت عندهم اسمه بيستا كريم. بصوا مكوناته غريبة شوية بس كلها مسقسقة، يعني عندك فراولة، موز، قشطة، عسل، فستق، ايس كريم. يعني تقدر تقول كده حاجة أشبه بالقنبلة بس شيك شوية. يا لهوي. حلوة قوي. التجربه بالنسبه لي مكان متميز. المكان من النوادر ان انت تلاقي كافيه مهتم بالمطعم ومهتم بالكافيه بنفس الدرجه. مطعم كويس، الشيفات كويسين، المطبخ فيه اهتمام بيه. فكره التنوع نفسه في المكان ان انت تقدر تعمل كذا نشاط، في فطار، في غدا، في روم بلاي ستيشن كبيره ومكيفه وفيها شفاط، كافي تقريبا 15 فرد. لا ومود وحركات وبتاع. في قاعده حتى يغلب عليها طبع سوشيال شويه، اعياد الميلاد، تجمعات شباب. مكان بالفعل متميز وتركيبه على بعض فيها بالفعل فكر واهتمام. وما تنسوناش من لايكاتكم وشيراتكم وسبسكرايباتكم. وكان معاكم مصطفى محمود وبرنامج ماذا جنجي. المتميز بقى في العصير ده ان اللمبه دي ادوز. يا ابن الذين طب بص انت بتعمل ايه؟ بص انت بتعمل ايه؟ ايوه معروفه بقى ان كوسه هو ده لعب. العب ليك فيها اساسا. خلي بالك بقى ان انت كل جون هتجيبه فيا هبقى انا اللي سايبك بمزاجي. ليه؟ عشان ما تزيدش.
تزيط وتاخد لك جيم ولا الوافل يبرد؟ اخلص كان العب يعني تلعب الله. العب. يلا يلا اهي 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 اهي. امسك يا عم، امسك يا عم ولاعب نفسك وعيش وكمل الحاجات دي واقفل النور، اقفل النور وانت ماشي يا اشرف. ها